السلام عليكم. تبهديله جديده كيبهدل فيها الوزير ديال العدل المغربي، السبع مغربي كيبهدل فيها الوزير ديال العدل ديال نظام الكابرانات. اليوم وقع هذا الشيء اليوم في سويسرا، في مجلس ديال حقوق الانسان، جالسين هكذا مجموعين. المهم الكابران بغى يهضر، الصعلقه المغربي واجد ليه وعطاه بطبيعه الحال الدروس، قراه ما يسمى بحقوق الانسان، وقال له سيدي بالمناسبه الا بغيتي تهضر على حقوق الانسان وهذه رساله لنظام الكابرانات كنهضروا عليها عند من كنهضروا عليها في تندوف اللي فيها الناس محتجزين مغاربه محتجزين تما في الصحراء الشرقيه، اللي يكون يطلقوهم يهربوا ويجيو لبلادهم. هذه الاولى. الا بغينا نهضروا على حقوق الانسان غنهضروا عليهم عند نظام الكابرانات، الدوله البوليسيه، الدوله العسكريه اللي تما كتمنع المظاهرات وكتقمع المواطنين. نظام الكابرانات والدوله البوليسيه اللي الناس اللي شاركوا في الحراك كلها شداتهم، منهم اللي اليوم محكوم، منهم اللي اليوم ممنوع انه يخرج من الجزائر، ومنهم اللي شبعوا فيه عصا. نظام الكابرانات اللي اليوم شد واحد الشعب محتله، شعب محتلينه سميتو شعب القبائل المحتله. نظام الكابرانات اللي اليوم اللي بغى يهضر على حقوق الانسان كيقمع الصحفيين وكيحاكم الصحفيين بالاعدام. علاش؟ حيت كيفضحوا بطبيعه الحال كاع ديك الخروقات اللي كاينه عند نظام الكابرانات. اللي بغى يهضر على حقوق الانسان كما قال السي وهبي يهضر فيها على بلادو، اللي اليوم كنشوفوا الناس فيها كدير الصف، ضعفاء مساكن كيديروا الصف على الزيت وعلى الدقيق وعلى الحليب، واخا تقول لي مدعوم الناس كدير الصف، الوغ كو الدوله خصها توفر لهم كل شيء وما تخليوش شي واحد منهم يدير الصف، لان الدوله عندها البترول وعندها الغاز وعندها الفوسفات وجميع الامكانيات. غتخليكم معايا غادي نوريكم اسيدي الفيديو اللي قمع ليا فيه مزيان السي عبد اللطيف وهبي الوزير ديال الكابرانات. تبقاو على خير، وديما مغرب والله الوطن الملك، واللي بغى يهضر على حقوق الانسان يهضر فيها على بلادو، لان داكشي اللي عايشين الناس في بلادو ما عايشينوش ناس في بلدان اخرى. شوفوا هذا الفيديو هذا وتبقاو على خير، الله الوطن الملك، وديما مغرب. من يريد أن يرفع شعار حقوق الإنسان يجب أن يطبق أولا مبادئ حقوق الإنسان على شعبه حينما يتظاهر، واحترام شروط المحاكمة العادلة، واحترام أكبر إمكانيات المالية في النفط، وشعبه جائع يقف مصطفا في المحلات وفي الشوارع من أجل لتر من الزيت.